السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لا تنسونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد. إذا التصريحات الجديدة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تثير الجدل قبل عيد الأضحى. خلال كلمته داخل البرلمان وجه عزيز أخنوش رسالة مباشرة للكسابة دعاهم فيها إلى إدخال المواشي إلى السوق ابتداء من الآن وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل العيد. وأكد هذا الأخير أن ضخ عدد كبير من المواشي دفعة واحدة مع اقتراب العيد سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار، وهو الأمر الذي اعتبره ماشي في صالح ديال الكسابة. وبالمقابل شدد على أن إدخال المواشي بشكل تدريجي غادي يحافظ على توازن السوق ويخلي الأثمنة مستقرة ومناسبة. إذا رئيس الحكومة من خلال هذا التصريح يحاول أنه يضغط على الكسابة وحماية ديال المواطن كذلك باش الأثمنة ديال المواشي تنخفض. إذا خصوصا أن شريحة كبيرة من المواطنين كتشكى من ضعف القدرة الشرائية وكتعتبر أن الأسعار أصلا مرتفعة بزاف. في المقابل كاينين الناس اللي كيشوفوا ان هذا التوجيه منطقي اقتصاديا حيث السوق كيتاثر بالعرض والطلب، واي اغراق مفاجئ كينعكس سلبا على البائعين. اذا بين الحفاظ على مصالح الكسابه وضمان اثمنه مناسبه للمواطنين كيبقى السؤال مطروح: فين كاين التوازن الحقيقي؟ واش هذا القرار في صالح المواطن ولا العكس؟